بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد حضرتك يا باشمهندسين ما عملنا كل البيانات اللي احنا إن شاء الله هنحتاجها في الشغل بتاعنا بالشكل اللي قدامنا ده كده، وتقدر في أي وقت برضه تقدر تعمل أي بلانات تانية أنت محتاجها بمنتهى السهولة. عايزين نرجع نظبط أو نعمل أورجنايز للشغل بتاعنا، نخليه منظم بالشكل اللي قدامنا ده كده. جزء خاص بالدوكيومنتيشن زي ما حضرتك شايف ده، جزء خاص بالوركينج، جزء خاص بالدرافتنج، وهكذا. هنعمل مع بعض الكلام ده ازاي؟ بعمل حاجه هنا، حاجه اسمها بارامترز، حاجه اسمها جوه المشروع جوه الريفت حاجه اسمها بارامترز. ولازم تفهم البارامترز دي لان احنا هنحتاجها كتير جدا جدا. بروح على قائمه مانج، بروح على حاجه اسمها بروجكت بارامترز. ايه هي البروجكت بارامترز؟ دي مجموعه من الحاجات اللي انا بقدر اضيفها، او زي ما تقول كده مجموعه شروط انا بعملها جوه البرنامج عشان استخدمها في حاجه معينه. تعالوا نطبق الكلام افضل يعني. عندي حاجه اسمها شيرد بارامتر، فانا بعمل حاجه اسمها نيو شيرد بارامتر. هقول له من هنا كده كرييت نيو شيرد بارامتر. هتسيفها فين؟ هروح جاي انا عامل فولدر جديد، بتعمل لنفسك كده في شغلك فولدر بتسميه خاص بالبارامترز. فانا هاجي من هنا كده بالشكل ده وهسميه مثلا اسلام اي جي اندرسكول، من هنا كده structure اندرسكول بارامترز بالشكل ده. يبقى انا عملت لنفسي حاجه بارامترز دي انا هشتغل شغلي عليها. عندي حاجه اسمها جروب بقى، انا الجروب دي بعمل فيه ايه؟ بنسق شغلي. يعني مثلا في حاجات بارامترز بتنفع مع المعماري ومع الانشائي ومع الميكانيكال، في بارامترز خاصه بالانشائي بس، في بارامترز خاصه بالفيو، بارامترز خاصه بالرينفورسمنت. فانا بعمل جروب لكل حاجه. اول جروب هخليه حاجه اسمها كومن. يعني ايه كومن؟ يعني حاجه خاصه بكل التخصصات اقدر استخدمها، معماري انشائي ايا كان اللي انا عايزه. فبختار حاجه اسمها هنا كومن. هعمل من هنا بارامتر جديد في الكومن ده هسميه حاجه اسمها سورتنج. انا عايز اعمل حاجه اسمها سورتنج جروب بالشكل ده، سورتنج جروب، واخليه كومن عشان يبقى ينفع لكل التخصصات. وهختار من هنا يكون التايب بتاعه تكست، انا حاجه انا هكتبها، واقول له اوكي. هعمل كمان بارامتر واسميه سورتنج اندرسكول. طيب هنفهم مع بعض الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. هختار من هنا ان يكون تكست برضو بالشكل ده. هروح على البروجكت بارامتر واعمل اضافه بقى للبارامترز اللي انا لسه عاملها دي. هلاقي ان في عندي حاجه اسمها بروجكت بارامتر وحاجه اسمها شيرد بارامتر. احنا دايما معظم شغلنا بنستخدم الشيرد بارامتر عشان ده بستخدمه في الفاميليز والسكادول، وبستخدمها في حاجات كتير جدا وفي التاجز، عشان كده بخليه شيرد بارامتر. بعمل سيلكت عشان اروح اختار البارامتر اللي انا عايزه، واول حاجه بختارها هي السورتنج جروب بالشكل ده. طيب انت عايز تعمل ايه السورتنج الجروب ده؟ ممكن اعملها حاليا لاي حاجه انا عايزها، بس انا حاليا هختار ان هي تكون خاصه بالفيوهات، وتكون خاصه بعد كده ان شاء الله بالشيتس. انت لو بعد كده في اي وقت حسيت ان هي محتاجه ان انت تعدلها لاي حاجه تانية تقدر تضيف، مثلا حسيت ان انا محتاج للرومز للفاميليز لاي حاجه انت عايزها تقدر تضيفها من هنا. طيب عايز تضيفها تحت ايه؟ انا بفضل اخليها تحت جروب خاص بالايدنتيتي داتا عشان خاطر تبقى فاهم ان دي داتا تعريفيه خاصه بيك. ماشي. في عندي حاجه اسمها انستنس وحاجه اسمها تايب. ايه الفرق بينهم؟ تايب دي يا باشمهندس لو انا عندي شيتس عملتها تطبيق على شيت، كل الشيتات هيبقى عليها نفس القيمه. لو انا مثلا عندي فاميلي خاصه على سبيل المثال بكرسي، الكرسي ده كررته 5 مرات، فانا لما بختار تايب اي حاجه بعدلها بتتعدل على التايب كله على ال5 كراسي دي. انما لما بختار انستنس لا، الكورس ده ممكن اخليه بارامتر غير ده غير ده. وانا دايما بخليه انستنس عشان خاطر زي ما حضراتكم شايفين كل بلان اقدر اتحكم فيه على حده بالشكل اللي قدامنا ده كده. هضيف بعد كده بنفس الطريقه، هروح على الشيرد بارامتر هضيف السورتنج تايب. هختار يكون من هنا طبعا الايدنتيتي داتا بالشكل ده. هختار يكون انستنس، هختار من هنا يكون خاص بالفيوهات، وبعد كده ان شاء الله للشيتس. ولو احتجت في اي حاجه تاني زي ما انا قلت لك هقدر اخش من هنا على اديت موديفاي واضيف اي حاجه انا عايزها. طيب هروح من هنا يا باشمهندسين، لو رحت على اي فيو هلاحظ ان ظهر لي في الايدنتيتي داتا حاجه هنا اسمها سورتنج جروب وحاجه اسمها سورتنج تايب بالشكل ده. تمام. آه زي ما حضراتكم شايفين كده موديفاي احنا عملناها وظبطناها بالشكل ده اهو. ادي الشيتس والفيوهات بالشكل ده. طيب انا عايز ارتب شغلي، انا عايز ارتب ان ده يقدر يفهم كلمه السورتنج جروب ويقدر يفهم كلمه السورتنج تايب. يعني على سبيل المثال انا عايز دول احطهم في جروب كل لوحده من هنا كده. ده هسميه دوكيومنتيشن، والسورتنج جروب بتاعه هسميه يكون مثلا خاص بالكولم اند اكسس. طيب في بعض الحاجات زي ما حضراتكم شايفين مش عارف اطبق عليها لانها واخده حاجه اسمها هنا فيو تمبلت. هعمل له بس نون حاليا. معلش هتتعب بس شويه انا اسف. هتشيل لحد بعد كده ما نتعلم موضوع الايه الفيو تمبلت ده بعدين.
هتبدأ بس تخش معلش واحدة واحدة كده سريعا، تخش على البلانات اللي انت محتاج تعديل ليها من هنا كده، وتعمل ان ده يكون نون بالشكل ده. برضو نفس الكلام هنا، هتخش وتخلي الفيو تمبلت ده من هنا نون، ونفس الكلام من هنا هتدخل تخلي الفيو تمبلت من هنا نون بالشكل ده. طيب اروح اختارهم بقى من هنا يا باشمهندسين، هحطهم في جروب. اكيد انا نسيت حاجة بالشكل ده، ايوه. هتروح بقى من هنا يا باشمهندسين تحطهم في جروب هنا. من هنا هتضغط شيفت وتختار اخر واحد وتسميه جروب، سميه دوكيومنتيشن بالشكل ده في الدوكيومنتيشن. وهخليه تحت حاجه اسمها هنا زي ما حضراتكم شايفين كده في الدوكيومنتيشن حاجه اسمها بلان كونكريت اند كولم اكسس. هاخد بس ده كده ايه، لو انا هقف بس هنا كده هاخد ده كنترول ايه كنترول سي بالشكل ده. هروح جاي رايح هنا نفس الكلام اختارهم واسمي الراجل ده، بس انا بفضل ازود تاني في الارقام، يعني مش هخسر حاجه، اخليك 3.1 اخليها خاصه بالكونكريت، بوينت واحد عشان خاطر اخليها خاصه بالتقسيمات بتاعتها، لان بعد كده هعمل 3.2 اخليها خاصه بالستيل. يبقى انا كده ايه عملت. هلاحظ ان مفيش حاجه اتغيرت، يعني السورتنج او الاورجنايزيشن مفيش حاجه اتغيرت. ده ليه بقى؟ لان هنا الفيو نفسه مش شايف الطريقه اللي انت بتصنف بيها، مش شايف لسه البارامترز اللي انت عملتها دي. فبروح هنا على الفيو، بقول له حاجه اسمها براوزر اورجانيزيشن، انا عايز اعمل اورجانيزيشن للبراوزر ده. هقول له نيو من هنا واسميه هنا وليكن اي جي اسلام جميل، او اسم المشروع بتاعك ستراكشر، هسميه هنا فيوز بالشكل ده. هروح من هنا اقول له حاجه اسمها جروبنج اند سورتنج. انت عايز تعمل جروبنج اند سورتنج باي ايه؟ اول حاجه خليها باي فاميلي اند تايب. يعني ايه فاميلي اند تايب؟ يعني كل البلانات لوحدها افصلها لي، السكاشن لوحدها افصلها لي، فيبقى كله مش داخل في بعضه. بعد كده خش لي على الكونديشن التاني اللي انا عامله اللي هو اسمه سورتنج جروب، بعد كده اعمل لي بالسورتنج تايب. ماشي، يبقى كده الراجل هيبدا بالسورتنج جروب بعد كده بالسورتنج تايب. هقول له ايه؟ اوكي. وبعد كده لازم اعمل لها اكتف واقول له اوكي. هنبص نلاحظ ايه اللي حصل. هنلاحظ اللي حصل عندي في حاجات في الفلور بلان، في حاجات هنا ظهرت في الدوكيومنتيشن اهيت وخدت تايب بالشكل اللي قدامنا ده كده. طيب لسه برضه يا باشمهندس انا ممكن عندي الاقي البلان مش مترتب صح، ممكن بيترتب كده ابجدي، فبيرتب طبقا للابجديه. يعني الحاجه الكابيتا، يعني انا مثلا عشان هنا حاطط بالارقام فهو بيرتب بالارقام، بعد كده بيبدا يرتب هنا بيزمنت فيرست هنا جراوند. انا مش عايز كده، انا عايز الجراوند هو اللي قبل الفيرست، يعني يرتب لي بالليفل، يبقى انا عارف ان ده قبل ده قبل ده. فهعمل حركه بسيطه تاني، هروح على الاورجنايزيشن هعدل اللي انا عامله من هنا ده، وهخلي الراجل في الجروبنج اند سورتنج بدل في الفيو نيم يعمل حاجه اسمها اسوشيتد ليفل. يعني ايه اسوشيتد ليفل؟ يعني بالمنسوب. تعالوا نبص هنا هنلاقي هنا البيزمنت، الستريت ليفل زي ما حضراتكم شايفين، الجراوند، الفيرست، السكند، الروف، الابر روف، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بمنتهى السهوله منتهى الجمال. نفس الكلام هرجع بس تاني اروح بقى رايح على هنا على الفورم ورك. معلش هي الغلط بس ان انت ايه، هي دي بس المشكله ان انت مطبق الفيو تمبلت، المفروض كنت شرحت الفيو تمبلت الاول بحيث يبقى التطبيق كله مره واحده، ما تتعبش نفسك. بس لعله خير، هنبدا نشرح مع بعض باذن الله تعالى موضوع الفيو تمبلت ده لوحده عشان تبقى فاهمه باذن الله تعالى. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.